الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين. بالأمس نشرت مقطع تكلمت أن تطبيع من عدمه، الصلح من عدمه، إنما هذا إيش؟ من مهمة ولي الأمر، ليس من مهمة الناس. كل واحد يدلي بدلوه، نطبع أو لا نطبع، نصلح، نتصالح أو لا نتصالح. ففي واحد كعادته رد عليه. طبعا هو استعمل البعض، أنا سأستعمل البعض، وكأني شعرت بهذا الرجل يعني يفرح أن يرد عليه، كأن يعني كل فترة يظهر بشيء غريب. بالأمس قال الوطنية صنم، ما وجدنا أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال الوطنية صنم إلا هو، حتى استدل بأقوال كذا ولا واحد قال صنم. كأنه يعني يفرح أن الناس ترد عليه. فمع ما بينت أنا مرارا أن الرجل معجب بنفسه ويجهل الآخرين، ومن قال كذا لم يشتم رائحة العلم، وهذا يدل على جهله، دائما اسلوبه هكذا. فيقول ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هو يظن ان اذا تكلم هكذا بالقواعد وقد تقرر والحكم على الشيء فرع عن تصوره فيجب ان يتصور، حسباله اذا صعب الموضوع هكذا يدل انه على علم. يعني بالعكس، ترى النبي عليه الصلاة والسلام كان اسلوبه سهلا، وكان يتكلم ثلاثا حتى يفهم منه. وذاك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه من أكثر علماء هذا العصر انتشارا ونفعا للناس بسبب أن أسلوبه سهل حتى يفهم الناس. أما المقدمات وكذا والاستعراض ومن قال كذا فهذا دليل أنه لم يفهم، لم يتأصل، والقاعد على كذا، هو يظن استعراض هذا يعني يدل على سعة علمه. هذا ضايع المسكين وهو لا يعلم. المهم أن الرجل أخذ يقول الصلح غير التطبيع، يعني حتى يتوصل ان هذا بعض الناس، يقصدني بعض الناس، يعني ما فرق بين الصلح والتطبيع، والتطبيع اصطلاح حديث. فنبشره بأن التطبيع باسم التطبيع قد عرض على الشيخ بن باز رحمة الله عليه قبل عشرات السنوات. لما كنت أنت أيها المغرور بنفسك كنت طالبا في أمريكا ولم تكن مستقيما، كنت وأنت تعرف نفسك إيش كنت. الشيخ بن باز تكلم عن التطبيع. الغريب أنك أنت تنتقصني وأني أنا مش فاهم، وهذا يدل على جهله ويدل على عدم تأصيله. أنا قاعد أقول كلام الشيخ بن باز، إذا كلامي جهل وعدم تأصيل يعني معناه أنت ترد على الشيخ بن باز مش علي أنا ناقل كلام الشيخ بن باز. التطبيع هو نفس الصلح، التطبيع هو نفس هذا الشيخ بن باز يقوله. ثم التطبيع أو الصلح من شأن ولي الأمر، ليس من أفراد الناس، كل واحد يقرر نتصالح أو لا نتصالح. طيب فهنا موقع الشيخ بن باز رحمة الله عليه. يقول السائل: هل يجوز بناء على الهدنة مع العدو اليهودي تمكينه بما يسمى بمعاهدات التطبيع؟ ابن باز عنده خبر عن التطبيع، هو يقول يعني بعض المعاصرين ما يفرق بين الصلح وما يدرنا فيه. لا من زمان، يوم كنت انت طالب في امريكا الشيخ بن باز يعرف التطبيع وافتى بهذا وسطره. التطبيع معاهدات تطبيع. يقول: هل يجوز بناء على الهدنة مع العدو اليهودي تمكينه بما يسمى بمعاهدات التطبيع من الاستفادة من الدول الإسلامية اقتصاديا؟ العدو إذا طبعنا معه يستفيد، وغير ذلك من المجالات بما يعود عليه على العدو بالمنافع العظيمة، ويزيد من قوته وتفوقه وتمكينه في البلاد الإسلامية المغتصبة. وإن على المسلمين أن يفتحوا أسواقهم لبيع بضائعه، صار تطبيع فيفتحون الأسواق وهذا. وإنه يجب عليهم تأسيس مؤسسات اقتصادية كالبنوك والشركات يشترك اليهود فيها مع المسلمين. وأنه يجب أن يشتركوا كذلك في مصادر المياه كالنيل والفرات، وإن لم يكن جاريا في أرض فلسطين. الجواب جواب من؟ الشيخ بن باز، وليس خريج أمريكا الشيخ بن باز. يقول: لا يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اليهود ما ذكره السائل بالنسبة إلى بقية الدول. إذا هم تصالحوا ما يلزم الدول الأخرى أن يلتزموا بما تصالح به مثلا الفلسطينيون.
بل كل دولة تنظر في مصلحتها، كل دولة تنظر في مصلحتها. فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء وغير ذلك من المعاملات التي يجيزها شرع الله المطهر، فلا بأس في ذلك. من القائل؟ مش هذا الغريب، الشاذ. كل شذوذ كل يوم طلع بشذوذ، ما أدري يحب ينشهر، ما أدري سالفته. قال: وإن رأت أن المصلحة لها ولشعبها مقاطعة اليهود فعلت ما تقتضيه المصلحة الشرعية، وهكذا بقية الدول الكافر حكمها حكم اليهود في ذلك، يعني سواء كان اليهود المغتصب أو دولة أخرى. والواجب على كل من تولى أمر المسلمين، الواجب على من؟ على من تولى أمر المسلمين، مش زيد وعمر وأنا وفلان وعلان الذي تولى أمر المسلمين. والواجب على كل من تولى أمر المسلمين سواء كان ملكا أو أميرا أو رئيس جمهورية. معروف رؤساء الجمهورية ايش عندهم؟ يحكمون بالدساتير. الشيخ يقول حتى لو كان رئيس جمهورية، المهم اللي متولي الأمر هو يصالح من عدمه. أن ينظر في مصالح شعبه فيسمح بما ينفعهم ويكون في مصلحته من الأمور التي لا يمنع منها شرع الله المطهر، ويمنع ما سوى ذلك من أي دولة من دول الكفر، عملا بقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقول سبحانه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في مصالحة لأهل مكة. وهل مكة كان يا شيخ مقتصبين ديار النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة المهاجرين صادرين عليهم. وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مصالحة لأهل مكة ولليهود في المدينة وفي خيبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وقد قال الله عز وجل في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وهذا كله عند العجز عن قتال المشركين. احنا لو نقدر نقتلهم، شفت اليهود هؤلاء على ما فعلوا في غزة وفي رفح وفي كذا، لو نقدر نرميهم في البحر غدا، لا والله اليوم نرميهم ولا ما نرميهم؟ لكن ما نقدر. يعني اليهود لحد الآن ما استعملوا كل أسلحتهم، يمكن ولا معشار الأسلحة، وما يستعملونه يعوضون حالا مليارات من أمريكا، من الاتحاد الأوروبي، من الكفار، بعضهم أولياء بعض. نحن لا نستطيع عليهم. كان كم صار الحين؟ صار 80 سنة تقريبا، كان من زمان طلعناهم. دخل العرب معهم حروب 67 و73 وكم كم. لو نستطيع عليهم خلصنا. موضوعنا ذا احنا غير مستطيعين، شذر مذر، كل حزب بما لديهم فرحون. وين نقاتلهم؟ الله المستعان. طيب، قال: وهذا كله عند العجز عن قتال المشركين والعجز عن إلزامهم بالجزية. وين نحن ناخذ جزية من اليهود إذا كان من أهل الكتاب أو المجوس؟ أما مع القدرة على جهادهم وإلزامهم بالدخول في الإسلام أو القتل أو دفع الجزية إن كانوا من أهلها، فلا تجوز المصالحة معهم وترك القتال وترك الجزية، وإنما تجوز مصالحة عند الحاجة أو الضرورة مع العجز عن قتالهم أو إلزامهم بالجزية إن كانوا من أهلها، لما تقدم من قوله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقوله عز وجل: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، إلى غير ذلك من الآيات المعلومة في ذلك. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة يوم الحديبية ويوم الفتح ومع اليهود حين قدم المدينة يدل على ما ذكرناه. والله المسؤول أن يوفق المسلمين لكل خير، وأن يصلح بالهم ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يعينهم على جهاد أعداء الله على الوجه الذي يرضيه، إنه ولذاك القادر عليه. وصلى الله وسلم على نبي محمد وعليه وصحبه.
طبعا في ذاك الوقت قام الناس هؤلاء الأحزاب على الشيخ بن باز وكفروه فقام الشيخ الثمين ودافع عن الشيخ بن باز بتسجيل صوتي. والآن الذي أريد أن أكرره وأؤكد عليه، الصلح هو التطبيع، ما عليكم من فلان وعلان. الشيخ بن باز رحمة الله عليه ترى إمام زمانه، حتى العلماء شو العلماء كانوا يرجعون إليه، مش عامة الناس. إمام أهل السنة في زمانه الشيخ بن باز رحمة الله عليه، العلماء الكبار يرجعون للشيخ بن باز. فالشيخ بن باز رحمة الله أفتى يجوز لولي الأمر إذا رأى أن يصالح أن يطبع أن يفعل، ولم أقل شيئا من الجهل كما قال، ولا من عدم العلم والحكم على الشيء فرعا تصوره، ولا ما قلت شيئا. أنا نقلت كلام الشيخ بن باز هذا فحسب، الشيخ بن باز الذي قال. انتبهتم؟ المهم هو يقول يعني لماذا، ايش المناسبة الكلام عن التطبيع؟ التطبيع هذا هو حديث العصر. المناسبة الآن دول الخليج كلها طبعت إلا السعودية والكويت، وفي كلام إن ممكن السعودية لها شروط معينة وتطبع، فإذا بقيت الكويت هو اللي ما يطبع إيران مسوي نفسها غير مطبعة، ماذا تفعل الكويت حينئذ؟ هل من حق ولي الأمر أن يلتحق بالركب، ولا يبقى ساعة الإرادة وفلان وعلان لا للتطبيع؟ من حقي أنا، ما قلت لي ولي الأمر ولا حق لي أملي عليه، حتى لا أقع بما يقع فيه هم يقعون فيه. أنا لا أملي عليه، أنا إمام مسجد، استووا الله أكبر، خطيب أخطب، مدرس متقاعد، وأنت اللي عامل نفسك بعد خليك على شغلك بالبلدية، مهندس إمام مسجد، مو تسوي تريد إعلان الحرب وتريد مش عارف ايش وعدم كبر نفسك. ليش ما ضاعت الأمة إلا لأن هؤلاء يتكلمون فيما لا يخصهم ولا يعنيهم ولم يسند إليه. احمد ربك أن الأمر ليس لك، ترى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا ليس لي من أمر شيء ما يفعل بغزة وبرفح. لا، أنا لا قتلت ولا أمرت ولا أملك شيئا، ما أملك حتى سلاح يعني صيد ما أملك، ليس لي أمر. هو كل يوم الثاني يريد الجيوش تتحرك والدول تتحرك. تعرف أنت الجيش يتحرك بأمر من؟ وما هي نتيجة لو تحرك؟ ويحط له صورة طفلة وهذه مسؤولية الجيوش الإسلامية. طيب هذه الطفلة الآن صح مضطهدة ومظلومة والله يفرج عنهم، لكن لو تحركت الجيوش من أجل الطفلة هذه ما راح تروح طفلة، راح تروح شعوب كثيرة. مصر إذا دخلت في حرب كم أسرة ستضيع بعد وليها، بعد أولادهم، بعد آبائهم. السعودية دخلت في حرب في الحد الجنوبي، كم سنة صار لها؟ هذه حرب هذا القرار فيها كم سنة صار الآن الحرب توقفت مع اليهود من دول عربية؟ متى آخر حرب؟ 73. ليس اتخاذ يعني أمر الحرب سهل بالنسبة، قاعد لي على المنبر وقاعد لي تويتر يلا المفروض تحرك الجيوش. ليه متى أنت شايف نفسك؟ هذا الأمر ليس لنا، ونحمد الله أنه ليس لنا حتى لا يسألنا الله عز وجل، لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذا الراعي هذا الحاكم عنده استخبارات وعنده جيش وعنده اتفاقات وشايف أشياء وعنده وزراء خارجية وعنده عارف اللي أمامه ايش عنده وايش يملك وماذا يملك. فلم أملي عليه، لم أقل طبع ولم أقل لا تطبع، ليس لي الحق ولا لك الحق، وإنما ولي الأمر ينظر ما هي مصلحة البلاد والعباد الذين سيسألهم الله عنهم. كم قال الشيخ بن باز كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، هو مسؤول عنا. طبعت السعودية غدا تبقى الكويت، طلع ساحة إرادة فلان وعلان، زيد وعبيد، يقول لا تطبع. تدري عاد هؤلاء كلهم ما عندهم مانع في التطبيع، لكن هم مشكلتهم من الذي يباشر التطبيع؟ تابعتهم كان لهم مطبعين. واحد من قادتهم
اللي يعلمهم ويدرسهم ويصورون معاه ويفتخرون فيه نصراني إسرائيلي اسمه عزمي بشارة، عزمي طوني بشارة، يصورون معاه ويستدلون بكلامه ويغردون ويعملون ايش شو اسمه هذا رتويت لكلام عزمي الإسرائيلي النصراني الشيوعي. كثير من الفلسطينيين اللي يسموهم 47 مطبعين وعندهم جنازة إسرائيلية وبعضهم أعضاء في الكنيست أو الكنيست هكذا اسمه يمكن، صح ولا لا؟ ثم تأتينا نحن يا صهيوني كان الأمر لي، كان أنا اللي قلت لهم عندكم أهل غزة دكوهم، تكفير والشتم ولعن. إيش هذا؟ إيش هذا؟ أنا لا أملي على ولي الأمر ولا يحق لي أن أملي ولا أنت يحق لك أن تملي، وإنما ولي الأمر راعي ومسؤول عن رعيته، ينظر المناسب فيتخذه ونحن في رقبته، الله يسأله عنا عن العباد والبلاد. هذا الجهل يا جاهل، أنت عندك جهل مركب، تظن نفسك عالم، تظن نفسك عالم، ولذلك تجهل الناس والناس ما تفهم وما يعرفون بالقواعد والحكم على الشفاعة عن تصورها وفرق بين التطبيع والصلح. لا، من باز يقول الصلح هو التطبيع، لا بعد تحسن من باز إمام أهل العلم أهل السنة في هذا الزمان أجاز هذا الشيء، وما اعترض عليه إلا فلان وعلان، ما في داعي نذكر أسماء. الله المستعان، نسأل الله أن يردك ويهديك ويرشدك. كثر شرك وكثر غرورك، لكن إما أن تتوب الله وتستقيم، ولا نسأل الله عز وجل يكفي المسلمين شرك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.